ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل سابليه. قبل اي حاجه كده هنكون مخرجين المكونات من التلاجة. هعمل معاكم مقدار صغير. هنحتاج 200 جرام زبده، انا استعملت زبده نيوزيلندي، و80 جرام سكر بودره، و2 صفار بيض، وفانيليا، اتنين ونص كوب دقيق، ورشه ملح. الزبده كده هتكون طريه. احط الزبدة والسكر البودرة واضربهم لحد ما القوام يبقى كريمي ولونهم فاتح كده. بعد ما القوام بقى لونه كريمي كده، نزلت عليهم 2 صفار بيض ورشة فانيليا. اضرب كده لحد ما الصفار البيض يختفي خالص. بعدين هكون مجهزة كوبايتين ونص دقيق عليهم رشة الملح، وابدأ انخلهم على المكونات الزبدة والبيض والسكر. بعد ما نزلت الكمية كلها ابدأ اقلبه بالسباتولا كده. الكوكيز والبسكوتات ما بتحتاجش عجن، بنقلبهم بس. افضل اقلب لحد ما العجينة تتلم كده وتبقى بالقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. لو لقيت العجينة معاكي يعني ناشفة، هنضيف معلقة زبدة طرية، ولو لقيتيها ناعمة قوي هنضيف كمان معلقة دي لحد ما يكون القوام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اجيب كيسين بلاستيك وابدأ افردهم كده، واحط كمية عجينة وابدأ افردها. بعد ما فردتها بالسمك يعني مش رفيع قوي ولا سميك قوي، ابدأ اقطعهم بالقطاعة. بعدين هنبدأ بقى ننقل السابليه على فصاج. وبما ان الجو حر فبيبقى صعب ان احنا يعني نشتغل في الجو الحر ده، فهنلاقي دلوقتي ان العجينة بتطلع معايا بالصعوبة. فهحطها على صينية او اي حاجة وادخلهم التلاجة يا دوبك 5 دقايق عشان تطلع معايا بسهولة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. دلوقتي بتطلع معايا بكل سهولة، يا دوبك حطيتها بس 5 دقايق، وزي ما انتوا شايفين بتطلع بسهولة جدا. هكون بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 170، وادخل الصاج في الرف الوسطاني لحد ما يبقى اللون من تحت لون ذهبي كده،
بعدين لو احتاجنا ان احنا نشغل الشواية تاخد لون من فوق شوية هنشغله الشواية. بعدين هنزين بقى وكده. بقى بعد ما طلع من الفرن هسيبه يبرد وبعدين نبدأ نشتغل فيه. زي ما انتوا شايفين كده اللون من فوق زي اللون من تحت بالظبط، لونه جميل جدا. وابدأ اجيب شوكولاتة بس تكون نوع كويس، عشان يبقى يعني كل ما نكون حاطين الحاجة النوعية كويسة تبقى في الاخر النتيجة كويسة، بيبقى الطعم حلو قوي. احط الشوكولاتة دوبها في الميكرويف واحط عليها معلقة زيت بس يكون نوعية كويسة عشان يبقى سهل معايا وتديني اللمعة الحلوة دي. بعد ما احط الشوكولاتة في النص كده ابدأ اجيب كيس فيه شوكولاتة بيضة وابدأ اعمل عليهم خطوط كده واسيبها لما تبرد وبعدين ابدأ اقدمها. وكده بقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، كمان تفعلوا الجرس. وباي باي.